مساء الخير عليكم. انا جاي النهارده اقول لكم اسهل طريقه لتلميع الفضه في 5 دقايق بس في البيت. يلا بينا نشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه فرشه سنان خشنه، محدش بيستعملها، او اي فرشه خشنه. بريل، ازاز بريل، او لو حد عنده فيوري. اي كنكه زي دي كده. آه والفضه بتاعتنا اللي هي السودا اللي هي زي كده. تمام. وفوطه ننشف بيها زي دي كده بضاعة. او لو حد عنده سشوار ينشف، مفيش مشكله، سهله برضو. اول حاجه نعملها، هنجمع الفضه دي كلها ونحطها في كنكه. الفضه المسود ده كلها تحط في الكنكه. بعد كده هنجيب البريل ده، نحط لنا نقطتين 3 نقط فيه. تمام. بعد كده نملى الكنكه ميه. تمام، خليكم معايا دي واحده. تمام. بعد ما نملى الكنكه دي ميه، آه نبتدي نحطها على النار، نسيبها دقيقتين 3 دقايق لغايه ما تغلي. تمام، خليكم معايا. بعد كده حطينا الكنكه على النار اهي زي ما انتم شايفين. ممكن نعلي عليها شويه زي كده، ونسيبها لغايه ما تغلي. ممكن نجيب لنا شوكه نقعد نقلب فيه شويه كده، نقلب في الحاجات وهي جوه عشان البريل يعرف يخش جوه الفصوص وكده. اول ما يغلي كده ممكن نقفل عليه عشان ما يفرش. ودلوقتي لسه ما غليش، يغلي حالا دلوقتي. دلوقتي الحاجات الفضة اللي جوه بتتلمع، تنضف. تمام، هقفل عليه بقى عشان ما يفرش. تمام. انا دلوقتي هسيبه نص دقيقه، انا عشان الحاجات مش عايزه تلمع قوي. لو في حاجات عندكم سودا قوي ممكن تسيبوها مثلا 3 دقايق كمان في الميه السخنه. بعد ما طلعنا قطعات الفضه من الكنكه، نطلعها نفردها، نبص عليها، هتلاقي الحاجات لمعت بس مش 100%. نعمل ايه؟ نجيب الفرشه اللي زي دي، نحطها كده، نبتدي نمشي عليها زي ما انتوا شايفين الحاجات بتنضف ازاي. بمسك الفرشه وماشي على السلسله او على الانسيال، الحاجات اللي هي المسوده تنضف كلها اهي، بتلمع بتدي لون الفضه. كل ده طبعا هيبان بعد ما نشطف الكلام ده كله. اشوف كل جزء برضو اسود، امشي عليه على طول عشان ينضف. ناحية اللعب دي برضو عشان تنضف. وارد ان في فص يقع مثلا او فصين يقعوا احيانا واحيانا لا، فهو برضو ده عشان تبقوا عارفين ان هو وارد ان ممكن فص يقع او ما يقعش. يعني انا عندي في الانسيالات كلها مفيش فص وقعت، بس في الانسيال ده في فص وقع، اللي هو الانسيال الازرق ده في فص وقع، مش عارف انتوا شايفينه ولا ايه. اهو عمال بقربه اهو اهو، هحاول اقربه لكم اكتر. مش عارف برضه باين ولا لا. فهو وارد ان هو فص يمكن يقع وممكن ما يقعش، بيبقى من نادر. بعد ما عديت الفرش عليهم كلهم ونضفتهم كلهم، نبتدي دلوقتي نشطفهم شطفة حلوة بالمية. ونيجي بعد ما شطفناهم نطلعهم كده بقى عشان عايزين ننشفهم بسشوار لو حد عنده سشوار، او ممكن فوطة. انا هنشفه دلوقتي فوطة. طبعا لو بسشوار هيعرف ينشف الكلام ده اسهل بكتير من فوطة. تمام. بعد ما نشفت الحاجات، بصوا دلوقتي كلها شكلها عاملة ازاي، الانسيالات كلها. مش عارف واضحة معاك ولا لأ، بس هي بتلمع قوي. هي الحاجات كلها دلوقتي، هحاول اقرب الكاميرا شوية. بصوا حاجات دلوقتي جديدة لانج، لمعتها جديدة لانج، مش يعني كأنك لسه شاريها جديد. انسيالات شكلها جديدة لانج. هحطها لكم على الفوط عشان تبان اكتر. باينين ان هما متلمعين ولا مش باينين؟
بص كده البضاعة باينة جدا انها جديدة لانج، لسه متلمعة. اظن كده باين جدا ان هي فرق رهيب جدا، وهي متلمعة بطريقة جامدة قوي. وبكده تكون دي نهاية حلقتنا. ويا رب اكون افدتكم. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك على الفيديو، وشكرا.